اتفضل الشاي يا باشا. ماشي يا عويس. يا فندم الفجر قرب جدا ولا فيش ولا عربيه عدت. حضرتك عامل الكمين ده ليه؟ غلاسة يا عويس. تمام يا باشا. اثبت يا سيدي انت وهو، ده ليله سودا. اقعد اقعد. ايه يا جدع البرد ده؟ يخرب بيت كده. ده انا مش حاسس برجليا. ايه اشغل لك التكييف على السخن؟ لا يا عم بقى، ما تلف لنا سجارتين في الحلواني. وهم قالوا لك يا ابني الحشيش بيدفي. لا بس بعد ما نشرب السيجارتين مش هنعرف احنا في الشتاء ولا في الصيف. على رايك يا شعبولة، نولع السيجارتين ونلعب في الترموستات. ارحم نفسك فيسبوك يا عويس، مراتك هتقفشك. والله ده تصبيره يا باشا، وبعدين النت قاطع. طب يلا لم الكمين. يلا يا سيدي انت وهو، عجبكم اصحى يا ابني. الوقفه؟ يلا. استنى يا عويس، شوف اللي جاي ده. على وضعك على وضعك، حط السيجاره في الطفايه. لا ارميها من الشباك. بقول لك حطها في الطفايه، طول ما احنا في العربيه احنا في السليم. رخص. ليه يا باشا؟ بطايق. ليه بس ما حصل تتكلمش كتير، اخلص. ما الكلام اخد وعطا برضه. وعطا ايه؟ انت شكلك كده شارب حاجه. اخلص شارب ايه اخلص، يلا هات الرخص. بالراحه بس على نفسك شويه. بالراحه على نفسي. بالراحه اهدى كده على نفسك شويه. خلص. الله الله، انت كتير الكلام ليه؟ خلص هات الرخص. رخص يا ابني. اديله يا شعبان الرخص، خلينا نغور في داهيه. اتفضل يا باشا. انت تميم؟ وانا طول يا باشا بقى تميم بيه؟ لا احنا بنسوق له بس العربيه، بس معانا توكيل. ما توري له يا شعبان التوكيل. اتفضل يا باشا. خد بطاقتك يا حبيبي. ماله يا باشا؟ بطاقه. اتفضل. طب انزل يلا انت اهو. خير يا باشا؟ لا مفيش، هنفتش العربيه. تفتش العربيه؟ لا العربيه دي ما بتتفتش حضرتك. ليه يا روح امك؟ دي عربيه تميم بيه، نايف في البرلمان وعليها حصانه. هو حضرتك مش شايف البادج؟ لا شايفه يا حبيبي، بس اللي حفظك الكلمتين دول. مالكش الحصانه بتصعد مع التلبس؟ تلبس؟ هو احنا عملنا ايه يا باشا؟ وريحه الحشيش دي ايه؟ حشيش؟ ده الحشيش ده عايز معمل جنائي عشان يتثبت. صح. طب انزل لي يا حبيبي، يلا انزل يا روح امك. باشا انا شايفك بتجيب سيره الحاجه كتير وده مش حلو. طب انزل يا حبيبي بدل ما اخلي الحاجه تيجي تنزلك. يلا انزل. ماشي يا باشا، هنشوف اخرتها ايه. اترمي هنا يلا. اقف يا ابني على جنب. يلا. اخلص. اثبت يلا. كفايه يا باشا، كفايه كفايه. يا باشا انا عملت زي ما سمير قال لي، ورجاله سليمان كلموني.
وقالوا لي ان سمير اتصاب. الحاجه اللي معاك عملت فيها ايه؟ في العربيه معايا. طب هات العربيه على الفيلا بسرعه ما تاخرش. وانا هتصرف، انا مالكش دعوه. يلا غور. تمام يا باشا. سعاده اللواء صباح الفل. انا اسف لو كنت بكلمك في وقت مش مناسب. ما انا عارف يا فندم، عشان كده اتجرأت وكلمت حضرتك. لا الحقيقه مش خير. حد من ولادك عمل معايا غلط كبير قوي. انا ما رضيتش ان انا اكبر الموضوع واعمل استجواب لسياده الوزير في المجلس. قلت اكلم حضرتك ونحاول نلمها بشكل ودي. انا احكي لحضرتك. السلام عليكم. ازيك يا اسطى محمود؟ السلام عليكم. صباح الفل يا دكتوره. ازيك يا اسطى فريد؟ ازاي ابنك مين عامل ايه؟ خد الدواء والحمد لله بقى كويس؟ والله من ساعه ما خد اللبوس اللي انت كتبته له ده وبقى زي الفل. تسلم ايدك والله، حاجه تمام يعني. لبوس ايه يا راجل؟ ده استحلاب بيتاخد في البق يا ناس، استحلاب في البق يا دي الناس. مرحب برجوعك لينا، نورت الحاره يا هيما. ايوه عبد الله على السلامه ابو خليل. الحمد لله على السلامه. ايه يا عبد المطلب؟ هو انا كنت جاي من ليبيا؟ دخلتك علينا الحاره بالدنيا وما فيها. بقول لك ايه، المعلم عاوزك جوه. طيب يا سيدي ابقى اعدي عليه بالليل يعني. لا ده حوار مهم وما يتاخرش. ما يتاخرش ليه؟ جاي له الطلق ومستني الحقنه. اخلص يا ابراهيم، المعلم مستنيك. ايه يا باشا الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني اللي سمعته يا سليم، والوزاره عندها خبر بالموضوع ده، وعرفنا ان انت مطلوب في التفتيش ولازم تنزل مصر النهارده. تفتيش ايه ومصر ايه؟ كل ده عشان حته عيل زي ده؟ سيبك بقى يا سليم من فتحه صدرك دي، لان الموضوع شكله كبير، ونصيحه من اخوك حاول تكلم حد. اكلم حد؟ هو انا لو لاقي حد كان زماني قاعد هنا. خلاص حاول ترتب كلامك انت كده كويس وتلم الموضوع في التحقيق. هو الواد ده تعمله فيه ايه؟ مالكش دعوه بالواد. يعني ماليش دعوه؟ مش انا اللي جايبه؟ بس انت مالكش دعوه من دلوقتي بالتحقيق ده، ويلا بقى اتكل على الله وربنا يسترها علينا وعليك. ماشي. اشرب الشاي يا ابراهيم، ولا تحب اقول لك يا دكتوره زي الناس ما بتقول لك؟ والله اللي تشوفها معلم. البهايم من كتر ما بيقولوا لك يا دكتور قربوا يصدقوا انك دكتور بحقه حقيقي. ناس غلابه يا معلم. وحسيت ولا الغنى؟ هتدفع الفلوس اللي عليك امتى يا ابو خليل؟ ان شاء الله هدفع يا معلم، بس انت بس اصبر عليا اسبوعين ثلاثه وانا هسدد. اديتك بدل الفرصه 10. اعمل ايه بس يا معلم؟ انت عارف ان انا عندي عروسه بجهزها، والحاجه ام 3 جنيه بقت ب 80 جنيه، وانا مش عارف اعمل ايه والله يا معلم. الدنيا بتدربكه فوق دماغي من كل ناحيه. بس يعني طول ما انت عمال تشتري فاكهه لبناتك هتسد اللي عليك ازاي؟ يا معلم انت باصص ل2 كيلو الفاكهه اللي بجيبهم للعيال دول، ولايه وغلابه وما لهمش حد في الدنيا غيري، ومش عايزهم يطلعوا محرومين. ربنا يخليهم لك يا ابو خليل، انا بس بنورك. هو حساب ابراهيم كام يا زلطه؟ 53,400، وبده يبقى 4 شاي. ايه ده يا معلم؟ 53,000 ليه؟ ده هم كلهم 33,000 جنيه. وعلى ما تيجي تسد هيوصلوا 55,000 جنيه وشويه. حرام عليك يا معلم، كل دي فوايد. انت بتخوني يا ابراهيم؟ كله بالدفتر، واسال زلطه، حد الله بيني وبين الحرام. حرام ايه بس يا معلم؟ بس ده كتير قوي. ما هو التاخير عليه فوايد. انا لو بنك كان زماني دلوقتي حجزت عليك انت والبنات. انا عشان بنك حنين عندي حل. خير يا معلم قول. اديني بفلوسي بضاعه ونبقى خالصين. بضاعه؟ بضاعه ايه يا معلم؟ هو انا عندي بضاعه بتاجر فيها ولا حيلتي حاجه؟ حيلتك. انت مش ماسك عقده المخدرات في المستشفى اللي انت شغال فيها؟ اديني بفلوسي بضاعه، شويه حقن مورفين على شويه ترامادول، تشكيله. استغفر الله العظيم من كل ذنب، اعوذ بالله من غضب الله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ده صح يا ابو خليل. وبعد ما تخلص الفلوس اللي عليك هشتري منك نقدي كاش، وهتبقى سبوبه ولقمه عيش ليك وللبنات. لقمه عيش بس ايه يا معلم؟ اكل بناتي حرام. حرام عليك يا معلم، دي بضاعه امانه عندي عشان ياخدوها المرضى والعيانين، مش علشان اديها لك تباع للمدمنين. لا يا معلم لا. وبعدين يعني الحكايه مش سهله كده يعني زي ما انت فاكر. ده فيها تحقيق ولازم اسلم الفارغ وفيها حكايه كبيره يعني. بص يا ابو خليل، كل ده ماليش فيه، ده شغلك وانت تعرفه بمعرفتك. خلصه بمعرفتك هتلاقي 100 حل. يومين تفكر
وترد عليا وتقول لي بقى هتجيب الفلوس امتى، يا اما بقى تقول لي هتسلمني الحقن ازاي. استغفر الله العظيم يا رب. الله يخرب بيوتكم. حبك تحششوا وانتوا داخلين على اللجنه يا بهايم. والله العظيم يا باشا عمرنا ما شفنا كمين في الحته دي. حصل خير. شوف حد من السواقين ياخد استاذ عاطف المحامي، يروحوا الصف يسالوا على سمير ويجيبوه، ولو محتاج دكتور يودوه لدكتور شوقي. هم هيسيبوها يا باشا؟ ومن امتى حد من الحكومه بيهوب ناحيه حد من رجالتي يا بجم؟ اعمل اللي بقولك عليه، وباخد بقيه اليوم اجازه. واضح ان انت اعصابك باظت. والله يا باشا ما عارف اتلم على جدتي من الصبح. يلا غور وبعدي عليا بكره. يا مزة ما تيجي شويه.